هل تعلم أن بعض تماثيل الآلهة في مصر القديمة كانت تصنع من الذهب الخالص؟ قبل ما نكمل تابعني علشان تشوف أعظم كنوز مصر. من المؤسف أن هذا التمثال الرائع موجود اليوم في متحف المتروبوليتان بنيويورك بعيدا عن أرضه الأم مصر. في هذا التمثال الصغير يقف آمون في الوضع التقليدي مع تقديم قدمه اليسرى إلى الأمام، ويعرف من خلال تاجه المميز المسطح القمة الذي كان يحمل في الأصل ريشتين طويلتين من الذهب وقد فقدتا الآن. يرتدي لحية الآلهة المضفرة ذات الطرف الملفوف، يحمل رمز العنخ في يده اليسرى وسيفا معقوفا عبر صدره. وعلى جدران المعابد وصروحها في الدولة الحديثة كثيرا ما يصور آمون رع وهو يقدم سيف النصر للملك مانحا إياه الانتصار العسكري. هذا التمثال المصبوب من الذهب الخالص يعد مثالا نادرا للغاية للتماثيل المصنوعة من المواد النفيسة. وفقا للنصوص القديمة كانت هذه التماثيل تملأ أروقة المعابد. ربما كان التمثال مثبتا على صولجان احتفالي أو راية شعائرية. توجد آثار لحلقة ثلاثية على قمة تاج آمون، ما يشير إلى احتمال تعليقه أو ارتدائه في الطقوس. المصريون القدماء كانوا يربطون لون الذهب وبريقه بالشمس، وكان يعتقد أن جلود الآلهة مصنوعة من الذهب، النمذجة الناعمة للجذع والخصر النحيل وملامح أخرى. تعد سمات نموذجية لفن العصر المتأخر. تميزت الأعمال المعدنية من ذهب وفضة وبرونز بجودة فائقة، ويشهد تمثال آمون هذا على ذلك التميز الفني الذي اشتهرت به هذه الفترة. برأيك هل كان الذهب رمزا لجسد الإله ولا وسيلة لإظهار قوة الكهنة على العرش؟ اكتب رأيك في التعليقات